يأجوج ومأجوج اسمين يدوروا في روسنا، بس ما ندري ولا نعرف هم مين وايش هم، هل هم قوم او اثنين او هم قومين مختلفين، وهل هي مجرد خرافه؟ قصة اليوم تحتاجنا نرجع شوي بالزمن، او خلينا نقول كثير. راح نرجع للتاريخ اللي غير الحضاره الاسلاميه بالكامل. 1258 ميلادي، يوم 10 اشباط. بهذا اليوم دخل المغول بقياده هولاكو لعاصمه الدوله العباسيه بغداد. بهذاك الوقت كانت بغداد واجهه عالميه، كان فيها قصور وتطور مش طبيعي، وحتى انه كان فيها تطور علمي بشكل كبير وما كان فيه مثله بالعالم. ولكن الوقت اللي دخل فيه المغول غير كل شيء بالكامل. بعد 12 يوم من الحصار ارسل هولاكو للخليفه العباسي يقول له اهدم الاسوار واردم الخنادق وسلم المدينه. ودخل جيش هولاكو وصار شيء ما صار مثله بالتاريخ ابدا. قبل ما يدخل المغول للمدينه الكل كان فاهم انه اللي برا هم المغول، ولكن اول ما فات الكل انصدم وتفاجأ وقالوا هذول قوم يأجوج ومأجوج. وطبعا اللي ذكر هذا الشيء ووثق كثير من العلماء، واشهرهم وابرزهم العالم ابن الاثير، واللي يعتبر من ابرز العلماء، وكان شاهد على غزو بغداد. واول ما دخل المغول لبغداد دمروا المدينه بالكامل وحرقوا المساجد والبيوت. ويوم كان يصير لون نهر دجله باللون الحبر من كثر الاقلام والكتب اللي انكبت فيه، ويوم يصير لونه بلون الدم من عدد الناس اللي انذبحت وانقتلت فيه وانرمت فيه. كل افعال المغول كانت تاكد للناس انه هو قوم يأجوج ومأجوج، مو بسبب عشان اشكالهم، عشان اجرامهم العدواني. اللي قاعدين يشوفوني لاول مره انا سواي او سلطان، واليوم راح نتكلم لكم عن قوم يأجوج ومأجوج اللي يعتبروا من علامات الساعه الكبرى. بهذا الفيديو راح نعرف هل هم ظهروا او لا، وهل هم بالفعل موجودين وبيننا ولا لا، وفي حل ما ظهروا متى موعد ظهورهم. اول شيء خلينا نتكلم عن الروايات السماويه. الروايه اليهوديه كانت قريبه شوي من الروايه الاسلاميه. يقول ان يأجوج شخص ومأجوج كمان شخص، وكل واحد من هذول الاثنين كان زعيم قبيله. الروايه اليهوديه بتقول ان هذول القبيلتين كان بينهم حروب كثيره، وكل حرب كان يموت فيها ناس كثير وتخرب الارض وبما فيها ومن زرائع وبهائم، وبيوم اتفقوا وصاروا قوه واحده وغزوا العالم، وما حد قدر يوقفهم الا رجل صالح الله جعله ملك على الارض. اما روايه القران فبحسب راي المفسرين يأجوج ومأجوج هم قبيلتين، وزعيمهم او اصلهم مش واضح. القبيلتين كانوا مفسدين بالارض، عايشين على السرقه وقطع الطرق، وغزوا القبائل القريبه، شكلوا رعب لكل الناس لحد ما اجى ذو القرنين وحبسهم بالسد العظيم، واللي لليوم ما حد يعرف مكانه. اول شيء خلينا نتكلم وين موقع يأجوج ومأجوج. خليني اقول لك بالرغم من التطور العلمي اللي العالم واصل له لليوم ما في اي دليل او اي اثر لسد يأجوج ومأجوج بالرغم من عظمته. ولكن بعض العلماء رجح ان السد موجود بشمال الصين او موجود بشرق اسيا، والبعض قال موجود بالصين واليابان، ولكن ما في اي مصدر يأكد هذا الموضوع. على حسب الروايات انهم وجوههم عريضه، شعرهم اسود، عيونهم وانوفهم صغيره بالرغم من اجسامهم واطرافهم غليظه قويه، اما فعلهم ما يميل لاي فعل البشر. قلوبهم خاليه من الرحمه، وقادرين هم يدمروا اي مكان في الارض، وهذا الشيء بسبب عددهم الكبير، وعندهم قوه بدنيه ما عرفت مثلها. فافضل مثال عنهم هم المغول. افعال المغول واشكالهم كانت مثل المعلومات الصحيحه والمعروفه عن قوم يأجوج ومأجوج، عشان هيك حتى العلماء بهذاك الوقت توقعوا وشكوا ان الغول هم بالفعل قوم يأجوج ومأجوج، لحد ما هزمهم الظاهر بيرس بمعركه عين جالوت. وقتها انهزموا بغير الطريقه اللي حدثنا عنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هذا كان دليل قاطع ان المغول مش قوم يأجوج ومأجوج. اذا كل شيء تكلمت عنه صار وخلص ومش هذول قوم يأجوج ومأجوج، معناها شو اللي راح يصير بعدين لما يطلعوا؟ هل في خراب اكثر من هيك؟ قبل ما اقول لك خلينا نرجع شوي للسد اللي بناه ذو القرنين، لان هو اللغز هو اللي راح يجاوبنا على كثير من الاسئله. ذو القرنين هو الرجل الصالح والملك العادل اللي تكلم عنه رسول الله والقران، وطبعا ما في اي اسم او اي مصدر بيقول عن هويه ذو القرنين غير اللي انذكر بالقران والسنه. وسبب تسميته بذو القرنين يقال انه كان يلبس خوذه عليها قرنين كبش، وفي روايه بتقول ان كان له ضفيرتان من الشعر. بالديانه المسيحيه بتقول هذا الرجل هو الاسكندر الاكبر، وسبب تسميته بذو القرنين لانه هو حكم الشرق والغرب. زمان ما كانوا يستخدموا مصطلح قرن للتعبير عن الاتجاه، بما ان الاسكندر الاكبر هو اللي حكم الشرق والغرب، فمعناه على حسب روايتهم انه هو ذو القرنين. طبعا برجع اقول لك ان هذا الكلام ما في اي مصدر انه بيقول ان هذا الكلام صحيح، هو مجرد اراء تاريخيه. الحين اللي بيهمنا هو السد اللي بناه ذو القرنين. روايات بتقول ان يأجوج ومأجوج ليومنا هذا هم موجودين، ولكن بما ان القصه قديمه كثير ولان تضاريس الارض تغيرت فهم الان بمكان مش واضح، وتقريبا هم تحت الارض من هذاك الوقت لحتى يومنا هذا قاعدين يحاولوا انهم يحفروا السد ولكن ما يقدروا. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كل يوم يحفروا بايديهم، وبنهايه اليوم بيصير خرم صغير بالسد وبين منه نور الشمس، فيقول القائم عليهم والمسؤول عنهم وقفوا اليوم وبكره بنكمل حفر. وهذا الشيء نقول له الحمد لله، لانهم لما يتركوا السد وبيروحوا بقدره الله سبحانه وتعالى تتسكر الفتحه وبتصير اقوى من اليوم اللي قبله، بتظل هيك لليوم يجي اللي يشاء الله انهم يطلعوا. وقتها بيقول نفس الشخص القائم عليهم والمسؤول عنهم وقفوا اليوم حفر وبكره راح نفتحه باذن الله، وان شاء الله ان الفتحه تظلها موجوده. وثاني يوم فعلا بيقدروا يفتحوا السد ويطلعوا. طيب راح تسالوني بالوقت اللي راح يطلعوا فيه شو اللي راح يصير؟ بالوقت اللي راح يطلعوا فيه عينك ما تشوف الا والدمار، الدم والقتل والتكسير اللي راح يصير. البشريه بعدها ما عرفته ولا حتى راح تعرفه، لان تخيل معي جيش يعادل عدد الانسان 9 أو 10 اضعاف، وناس ما في بقلوبهم رحمه، وشو ممكن يسووا؟
يعني مثلا لما يوصل جيش لبحيرة طبرية بيشرب منها اول الجيش وبتخلص البحيرة كلها، ولما يوصل اخر الجيش هناك بيقولوا بينهم وبين بعض سمعنا ان بهذا المكان كان في بحيرة، لكن وين ما بنعرف. من شدة اجرامهم وخرابهم الناس راح تتخبى بقلاع الارض، ويأجوج ومأجوج بوقتها بيتكبروا وبيصيروا يقولوا مثل ما اقتلنا سكان الارض بدنا نقتل سكان السماء، وبيطلقوا سهامهم على السماء ويشاء الله انها تنزل السهام عليهم وعليها دم. وقتها بيقولوا على حسب الحديث قهرنا اهل الارض وعلونا اهل السماء. بهذه اللحظة يرسل رب العالمين حشرة صغيرة تثقب جسومهم لدرجة ان الحيوانات اللي بتتغذى على اللحم تسمن بسبب لحم ودم يأجوج ومأجوج. ولأن المغول ما ماتوا بنفس هذه الطريقة وفي جزء كبير منهم أسلم، بوقت العلماء تأكدوا أن المغول مش يأجوج ومأجوج. طيب السؤال متى راح يطلعوا؟ القصة الحقيقة أنها ترتيبها هو الرابع بالنسبة لعلامات الساعة الكبرى. يعني بالأول يظهر الرجل الصالح اللي يحكم الأرض بيملأها عدل ويلي اسمه المهدي، وهذا الشخص يحكم الأرض 7 سنين وبعدها تمر الأرض ب3 سنين قحط، وبعدها بيطلع المسيح الدجال وبيظل بين الناس مدة 40 يوم. بعدها بينزل سيدنا عيسى وبيقتل الدجال وبيحكم الأرض لمدة 40 سنة، ولما بيخلص حكم سيدنا عيسى بيظهر قوم يأجوج ومأجوج. والحين تعال خلينا أحكي لك القصة. لو رجعنا لسورة الأنبياء الآية رقم 96 بعد بسم الله الرحمن الرحيم: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. صدق الله العظيم. وركز بجملة وهم من كل حدب ينسلون. العلماء وقفوا عند فكرة أن القرآن ذكر أكثر من حدب، مش حدب واحد، يعني من كل اتجاه مش من اتجاه واحد. يعني أن يأجوج ومأجوج ما راح يطلعوا من اتجاه واحد بل راح يطلعوا من أكثر من اتجاه، بالتالي مش شرط أنهم يكونوا تحت الأرض أو ورا سد، ممكن يقول أقوام عايشين من هذاك الوقت، ويمكن هذولاك الناس ماتوا من زمان وراح يجي ناس أفعالهم مثل أفعال يأجوج ومأجوج وما لهم مكان واحد وراح يجوا من أكثر من مكان. وفي رأي بيقول أنهم طلعوا من عهد الفراعنة، ويقال بإمكانك أنك تشوف أشكالهم وصورهم الغريبة بالنقوش من النقوش المصرية القديمة. وفي كمان رواية تقول إن ما لهم مدة طويلة طالعين، ولكن لما طلعوا ما ظهروا للعلم وتخبوا بيننا. وفي ناس بتتكلم من عندها بتهبد إن قوم يأجوج ومأجوج أطوالهم مختلفة، وفي منهم بطول النخل وفي منهم أقزام. وما وقفت الأمور هون، القصص كثيرة والكلام أكثر. المهم إنه دائما يوم يذكر اسم يأجوج ومأجوج على بالك يروح فكرك لشيء غير منطقي وتظلك تفكر بأشياء مرعبة، أو أنهم موجودين بيننا مسيطرين على الأرض وبيحكموا البشر. المهم بكل الحالات إنها تظل فكرة إن في ناس راح تطلع. خلينا أقول لك بكل الحالات إذا الله مد بعمرك وعشت كمان 100 سنة يمكن انك ما تلحق تشوف المسيح الدجال حتى انك تشوف قوم يأجوج ومأجوج. لهيك اطمئن وارتاح ولا تشغل بالك بهاي الافكار. بس هذه كانت قصتنا لليوم، اتمنى انها تكون عجبتكم، واكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات، والله يعطيكم العافية وشكرا لكم على المشاهدة. مع السلامة.